لسه بتفكري ومش عارفة تشتري البيتي فور ولا تعمليه في البيت؟ تعالي أقولك ازاي تعمليه في البيت بطريقة موفرة جدا واقتصادية جدا. هنعمل البيتي فور السهل والسريع والاقتصادي في نفس الوقت، بيتي فور فاخر وبيتي فور كمان موفر جدا. من كيلو دقيق واحد هنطلع 4 كيلو من البيتي فور، وهقولك في آخر الفيديو التكلفة قد ايه والمقادير بالظبط قد ايه. وزي ما قلتلك قبل كده ان الهدف من الفيديوهات السنة دي مش ان انا اديكي وصفة على قد ما اديكي الفكرة ازاي هتوفر معاكي وتديكي نتيجة مضمونة بإذن الله. طبعا قبل اي حاجه زي ما احنا متعودين كده بنبدا بالصلاه على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. تاني حاجه بقى، لو انت لسه جديده في القناه والقناه عجبتك فانا سمر ودي قناه ستات شطوره. الهدف الاساسي منها هو التوفير وافكار تكون موفره واقتصاديه في نفس الوقت. لو عجبتك القناه متبخليش عليا باللايك الحلو بتاعك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وكمان كومنت حلو منك اعرف انت بتتابعيني منين بالظبط. اما لو انت بالفعل من عائله 16 شطوره فبتخليش عليا برضو باللايك الحلو بتاعك والتعليقات الجميله بتاعتكم. نبدا ونخش على طول في الوصفه بتاعتنا. معايا كيلو من الزبده درجه حراره الغرفه مقطعاها مكعبات عشان سهل عليا الضرب. معايا 3 كوبايات وربع من السكر البودره، انا طرباه في طحناه في البيت ونخلاه كويس جدا. معايا فانيليا باودر، تقدري تستخدمي السايله براحتك جدا. معايا 6 بيضات بدرجه حراره الغرفه، والبيضه اللي انا مستخدماها كبيره مش صغيره. هنبدا ان احنا نضرب اول حاجه الزبده ونفكها من بعضها قبل ما نحط السكر، والنتيجه دي الخطوه دي بتديني نتيجه حلوه جدا ومضمونه. بصي بقى يا ست الكل، بما ان احنا ما عندناش عجان وهنستخدم المضرب بتاعنا فلازم نستخدمه بعقل وبحكمه عشان ما نبوظش الاجهزه بتاعتنا، مش عشان نوفر ونعمل بيتيفور في البيت ان احنا نضيع المضرب بتاعنا. فزي ما انت شايفه كده بضرب شويه واوقف شويه، تمام. وبالمعلقه كده احاول ان انا اسلك كده الزبده اللي داخله في السلاح بتاع المضرب، وارجع تاني اضرب الزبده بتاعتي. انا بضربها ضربتين ثلاثه بس ان هي تفك بس وتبقى لينه معايا شويه قبل ما احط السكر البودره. تمام، هبدا كده ان انا انزل كل الجناب، تمام. وابدا ان انا اضرب ضربه كمان قبل ما انزل السكر البودر بتاعي. السكر البودره احنا طحنينه في البيت. طحنينه ازاي يا سمر؟ بنحط السكر في المطحنه وبنحط معاه معلقه من النشا عشان تسهل عليا ان هو يتضرب او يتطحن في المطحنه بتاعه الخلاط عشان ما بوظش الخلاط بتاعي، وفي نفس الوقت بيديني نتيجه حلوه من السكر البودره. وفي نفس الوقت بدل ما احط نشا في الوصفه بتاعتي، يعني كل كوبايه من السكر هتطحنيها هتحطي عليها معلقه كبيره من النشا. بعد ما تطحني السكر بتبداي ان انت تدخليه مره واتنين عشان تضمني انك انت جايباه عاملاه زي ما سوري، طحناه زي الجاهز بالظبط. انا هنا نزلت بالسكر البودره، حاولت ان انا اضربه بالمضرب لقيته هيعفر معايا الدنيا، فبدات ان انا استخدم المضرب السلك. لقيت ان المضرب السلك بتاعي مش متين وهيغلبني كده في الضرب، فهبدا ان انا استغنى عنه واكون غاسله ايدي كويس جدا وقصه ضوافري يعني متاكده من نظافه ايدي 100%. هبدا ان انا اخلط الزبده مع السكر وبعد كده هبدا ان انا استخدم المضرب. هنلاحظ هنا ان المضرب هيبدا ان هو يشتغل معايا حلو جدا لان السكر هيسهل لي عمليه الضرب بتاعه الزبده. هفضل اضرب فيها تمام لغايه لما الزبده لونها يبقى يفتح مني. طبعا بنضرب شويه ونوقف المضرب شويه عشان المضرب برضو ما يبص ويسخن مننا، فلغايه ما نوصل للنتيجه اللي احنا عايزاها. فاحنا كده عملنا البيتي فور بالمضرب الكهربائي من غير عجان وبمنتهى السهوله. الزبده اللي انا مستخدماها هنا انا مستخدمه زبده جنه مش مستخدمه فرن لان سعرها ارخص بكتير من الزبده الفرن. الزبده الفرن وصلت 90 جنيه والزبده الجنه انا جايباها ب 70 جنيه، فالفرق طبعا 20 جنيه فرق شاسع. ودي ادتني نفس النتيجه ونفس الطعم ونفس كل حاجه، بل بالعكس وفرت معايا. دي زبده نباتي ودي كمان زبده نباتي. بصوا بدات ان انا اوصل للمرحله اللي انا عايزاها ان هي لونها تفتح معايا تمام زي ما انا عايزه. طبعا هي الاضاءه ظلماها بس هي لونها افتح معايا وبقت لونها مبيض مش لونها اصفر. اول ما توصل للمرحله دي خلاص ابدا ان انا احط البيض بتاعي. انا بقى هعمل ايه؟ هنزل بالبيض بضايه بضايه، يعني بيضه بيضه. والخطوه دي خطوه مهمه جدا، افضل اضرب لغايه لما تختفي. طبعا لو انت مش واثقه في البيض بتاعك هتعملي له الاول اختبار في بوله لوحده وتنزلي تكسريها، مثلا تكسري بضايه بضايه في بوله صغيره قبل ما تنزلي بيها على الخليط بتاعك عشان ما تبوظيش الدنيا وتخسري كل التكلفه اللي انت مكلفاها.
لكن لو انت واثقه كده زي ان البيض اللي انت لسه جايباه طازه، ناس كنت لسه جايباه النهارده، فكنت عارفه ان هو طازه وكنت مستخدمه منه، فاشتغلت على طول. طبعا نزلت باول بضايه ضربتها لغايه ما اختفت، بعد كده نزلت بالفانيليا، وبعد كده نزلت بضايه تانية. تمام، هفضل اعمل كده في الكميه كلها لغايه لما اخلص كميه البيض بتاعي. اهم حاجه انك انت لما تنزلي ببضايه تضربي لغايه لما تختفي معاكي، وبعد كده تنزلي بالبيضه اللي بعدها. انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه عشان الحبه تاخد الوصفه وتنفذها بالظبط، تبقى عارفه الخطوات ماشيه معاها ازاي. طبعا عايزه تسرعي الفيديو سرعيه براحتك جدا، مش هزعل. عايزه تتخطي مثلا اي حاجه تخطيها، المهم توصلي للنتيجه اللي انت عايزاها والفكره اللي انت عايزاها من الفيديو. انا الهدف من عندي مش المشاهدات قد ما الهدف اللي عندي انك انت توصلي للنتيجه اللي انت عايزاها. كميه الدقيق قد ايه يا سمر؟ الكيلو الزبده اخد مني 10 كوبايات من الدقيق، يعني كيلو وكوبايه بالظبط من الدقيق اللي هو المج بتاع الشاي العادي. طبعا الدقيق بتاعنا منخول مره واتنين، ما بنزلش بالدقيق كله، بنزل بالكميه بتاعت الدقيق، نص كميه الدقيق، وببدا كده بايديا زي ما انتم شايفين. انا مش بعجن، انا بخلط بس العجين بالزبده والسكر والبيض. تمام. اول ما احس خلاص ان الكميه اللي معايا اختلطت، هنزل بكميه الدقيق التانية، وهسيب حبه على قد الكاكاو اللي انا هحطه. يعني ايه؟ يعني كده حطيت الدقيق كله وخلطته بايدي ومفيش اي مشكله. طبعا ايدينا على طول بتتغسل، ومعانا مناديل بننشف بيها ايدينا اول باول. قسمت معايا العجين لنصين، نص حطيت عليه حوالي 4 معالق كبار من الكاكاو، ونص تاني حطيت عليه المعالق الباقيين من الدقيق، وخلطت ده لوحده وده لوحده. هنجيب بقى صينيه وهندهنها باي ماده دهنيه تفضليها، وهنحط العجينه بتاعتنا في الكيس الحلواني زي ما انتم شايفين، وهنبدا نعمل اي اشكال. لو انت مش محترفه في مسكه القمع الحلواني، فممكن اي اشكال، صدقيني في الاخر هتديكي برضو نتيجه مرضيه وهوريها لك في الاخر. طبعا انا بعمل هنا الصينيه دي تيست الاول، بعملها وبدخلها الفرن على درجه حراره 180. لو فردت معايا شويه ببدا ان انا اقلل في كميه العجين او اصغر في كميه العجين بحيث تديني الشكل اللي انا عايزاه. نيجي بقى هنا للتزيين. انا زينت هنا بالحاجات المتاحه عندي في البيت. معايا نص كوبايه من السوداني المجروش، شويه فورماسيه باقيين من السنه اللي فاتت، حوالي ربع كوبايه من جوز الهند مربى، باكو من الشوكولاته الدارك، ونص باكو من الشوكولاته البيضاء، سيحتهم طبعا على حمام ميه. بصوا الشكل دوت بيطلع معايا ازاي. بيطلع معايا لان انا بستخدم كيس حلواني واحد بعمل بيه الفانيليا، وبعد كده اول ما احط فيه اللي هو الشوكولاته بيديني الاول الشكل ده، وبعد كده يبدا يديني الشوكولاته. دي الاشكال اللي انا طلعتها من الكيس الحلواني. اشكال والله يعني سهله وبسيطه، ومش لازم تكون فيها احترافيه، تديكي في الاخر برضو نتيجه حلوه. هبدا بقى ازين بالشوكولاته. تمام. مثلا شوكولاته بيضه تحطي في النص، وبعد كده تحطي مثلا من فوق، وتحطي في سوداني، تعملي واحده تانية وتحطيها مثلا في فرماسيه براحتك انت في التشكيل اللي انت عايزاه. لو انت عندك حد بيحب الشوكولاته البيضاء وحد بيحب الشوكولاته الدارك، فحاولي انت تفصلي ده عن ده. ولو حد عندك برضه ما بيحبش السوداني وبيحب جوز الهند، فانت افصلي بقى كل حاجه والكميه اللي انت عايزاها. اما بالنسبه لي فانا عملت كده بطريقه عشوائيه، لان انا كل حاجه بالنسبه لي هتتاكل. ولو انت عارفه ان عندك حد او انت حد مثلا هيجيلك في العيد ما بيحبش مثلا السوداني، ما بيحبش الشوكولاته البيضاء، فبتبداي تفصلي كل حاجه في علبه لوحدها. بما ان ما عنديش علب كتير، بما ان انا عندي الحمد لله كله بياكل كل الاطعمه اللي انا عاملاها، فانا هشتغل وهتوكل على الله. انا هنا ما حطيتش الشوكولاته بتاعتي في كيس حلواني او كيس تلاجة واشتغلت بيها، عشان انا كنت شغاله بالراحه جدا، لاني كنت في اليوم ده طبعا انا تاني يوم زينت معاكم البوتيفور. يعني انا عجنته في يوم وسويته، وتاني يوم زينته، فكنت ورايا حاجات كتيره قوي ومستعجله وعايزه اخلص كل اللي ورايا، فعايزه اديك الفكره وانزلك الفيديو بسرعه قبل العيد ما يجي، عشان لو انت عايزه تنفذي الفكره تقدري انت بقى في الروقان تقدري تعملي وتشكلي بطريقه احسن مني مليون مره. تقدري ان انت كمان تغطسيها في الشوكولاته بس من غير ما تحطي فوق الوش لا فورماسيه ولا جوز هند ولا سوداني ولا اي حاجه، بانك انت تخلي الشوكولاته تسيح معاكي اكتر من كده. انا الشوكولاته كانت كل شويه بتجمد مني، برجعها تاني على حمام ميه واسيبها لغايه لما تسيح وابدا اشتغل معاها. ففي المرحله دي كانت هي جامده شويه، وكنت بتحاول اتعامل معاها بالمعلقه زي ما انتم شايفين، واتعامل معاها وهي جامده عادي. فلو انت حابه زي ما قلت لك انك انت تغطسي البوتيفور في قلب الشوكولاته، فسيحيها اكتر من كده. تمام. وابداي اشتغلي معاها
شغلي فيها براحتك خالص. أنا بس مجرد إن أنا بأدّيكِ الفكرة مش أكتر، وأنتِ نفّذيها زي ما أنتِ عايزة. هاخلّص بقى معاكم كل الكمية تمام ديّة، وبعد كده نرجع مع بعض نشوف هنزيّنها إزاي بالمربى. دي كده كل الكمية اللي أنا عملتها بالشوكولاتة البيضا والشوكولاتة الغامقة أو الdark تمام. هنبدأ بعد كده إن إحنا نزيّن بقى بالمربى، ونشوف برضه هنعمل إيه في المربى. أنا زيّنت طريقة عشوائية وطريقة سهلة وبسيطة، أي سِت بيت ممكن إن هي تعملها وتعمل كمان أحسن منّي. أنا هاحط هنا المربى في بولة، وهابدأ إن أنا أضربها كده بالمعلقة شوية عشان تسيل معايا، عشان أول حاجة تكون خفيفة كده وأعرف إن أنا أشكِّل بيها تمام. وتاني حاجة عشان توفّر معايا برضه في الكمية، لإن أنا لو استخدمتها من غير ما أضربها مش هتوفّر معايا في الكمية خالص، وهتهدّر معايا، وهاستخدم بدل العلبة علبتين. هي استخدمت قد إيه مربى يا سمر؟ أنا استخدمت البرطمان ده كله ما عدا حوالي معلقة أو معلقتين من المربى. بابدأ إن أنا أحط مربى في النُص، وبعد كده أقفّلها، وبعد كده أحطها تاني في المربى، وأحطها بقى في سوداني، في جوز هند، في فورماسيه براحتك. بس أنا الفورماسيه عندي كان خلص، فهاكمّل بالسوداني والجوز الهند. كده أنا خلّصت الكمية بتاعتي كلّها. هابدأ بقى إن أنا أحطها في العلب بتاعتي. أنا بما إن ما عنديش علب كتير زي ما قُلت لكم، فهاحط كل الفانيليا تمام، سواء بشوكولاتة بيضا أو شوكولاتة غامقة في علبة، وكل اللي هي بالشوكولاتة اللي هو الغامق اللي هو بالكاكاو دوّة في علبة تانية. وفي نفس الفكرة هاعملها برضه في المربى، هاخلّي كل الفانيليا لوحده وكل الكاكاو برضه لوحده. تعالوا بقى نتكلم، هل بقى البيتي فور وفّر معايا؟ آه طبعًا وفّر معاكِ. المقادير دلوقتي هانزل لكم بيها على الشاشة، والتكلفة بالضبط هتكون معايا قد إيه. في خطوة بس أنا نسيت أقولها على التسوية، أنا باسويه على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النُص، لغاية لمّا الضهر بتاعه يحمر. وبعد كده بابدأ إن أنا ممكن تشغّلي الشواية حاجة بسيطة جدًا، أنا مش عايزاه ياخد لون على قد ما عايزاه إن هو يستوي. لو أنتِ مثلًا الفرن بتاعِك مش مضبوط، هتشغّلي الشواية لا يقل عن ثواني تمام. لو الفرن عندِك مضبوط، فأنتِ هتدخّليه على درجة حرارة 180. أول ما ياخد لون من تحت، هتبدئي تطفي عليه وتطلّعيه، وتبدئي تدخّلي صينية تانية مكانها، وطبعًا تكون الصينية مدهونة بمادة دهنية. هانزّل لكم دلوقتي المقادير على الشاشة وبالتكلفة بتاعتها بالضبط. المقادير بتاعتنا: كيلو من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، الكيلو ب70 جنيه، زبدة جنة مش فرن، عشان ما حدش يخش يقول لي الزبدة مش ب70 جنيه. عايزة تجيبي فرن هتزودي 20 جنيه. 10 كوبايات من الدقيق، يعني كيلو وكوباية من الدقيق. الكيلو جايباه ب18 جنيه وربع، اللي هو مخصص للبسكوت والكحك، كان اسمه الست غالية من فتح الله. فهنقول ال10 كوبايات دي في حدود ال20 جنيه تمام. هو طبعًا هيبقى أقل من كده، بس إحنا هنقول في حدود ال20 جنيه. 3 كوبايات وربع سكر بودرة. طبعًا السكر أنتِ ممكن تستخدميه من البيت وتوفّري حقه. لو أنتِ مثلًا هنجيبه من برّه هنقول ب10 جنيه، لو الكيس مثلًا عامل حوالي حاجة و20، أنا مش عارفة السكر بودرة بكام. هنقول ال3 كوبايات وربع دول يعني أقل من نُص كيلو من الدقيق. هنستخدم 6 بيضات، هنقول ال6 بيضات ب20 جنيه، و3 بيضات مثلًا ب10، يبقى 6 ب20. كيس فانيليا ب3 جنيه. أنا ما أعرفش طبعًا ظرف الفانيليا بكام، أنا باستخدم الفانيليا اللي هي السايلة، اللي هي الخام. فهنقول مثلًا ب3 جنيه، ب20 جنيه فورماسيه مثلًا ب10 أسود وب10 ألوان. لو أنتِ مش عايزة تستخدمي السوداني وجوز الهند، أو لو أنتِ ما عندكيش سوداني وجوز هند، عندِك سوداني وجوز هند، فممكن تجيبي ب10 جنيه فورماسيه بس أسود أو ألوان حسب ما أنتِ عايزة. علبة مربى ب18 جنيه. تقدري كمان تستخدمي أنواع تانية تكون أقل من المربى، وهتكون أوفر من 18 جنيه. شوكولاتة ب40 جنيه. لو قلنا مثلًا باكو شوكولاتة ب20 جنيه، اللي هي الدارك والبيضا، أنا كنت جايباها في حدود 20. يعني لو غليت شوية هنقول يا ستي 50 جنيه شوكولاتة. التكلفة هتتراوح من 201 ل200 و هنقول 210 تمام. 210 210 250 260، فبرضه أنتِ موفّرة. إحنا عاملين 4 كيلو من البيتي فور، سعر الكيلو من برّه أقل كيلو ب120 جنيه. عشان أشتري 4 كيلو بيتي فور عايزة 480 جنيه. فأنا حتى لو أنا مكلفاه يا ستي 250 جنيه، فأنتِ وفّرتِ 230 جنيه. يعني مثلًا استخدمتِ يا ستي 280 جنيه، وفّرتِ 200 جنيه. فأنتِ أيًا كان أنتِ موفّرة عن السعر اللي أنتِ جايباه من برّه. أنا مدياكِ تكلفة كل حاجة حتى التزيين. احسبيها كده معايا: كيلو زبدة وكيلو دقيق، أدي كده 2 كيلو. ونقول السكر وكوباية الدقيق التانية، أدي كده 2 كيلو ونُص. وهنقول البيض نُص كيلو، أدي كده 3 كيلو. 3 كيلو، وعندِك برطمان المربى 300 جرام، والشوكولاتة اللي أنا مستخدماها 300 جرام بيضا وغامقة، أدي كده 3 كيلو و600 جرام.
3 كيلو 600 جرام، وعندك الفورماسيه على جوز الهند على السوداني حوالي برضو من 300 400 جرام، يعني 4 كيلو صافي انت عاملاه من كيلو دقيق وكيلو زبده، من نص التكلفه بالظبط. عملتي ايه؟ عملتي 4 كيلو. فاهمه قصدي ايه؟ يعني كلفتي كيلو طلع لك 4 كيلو انت جايباه في البيت وعاملاه وعارفه ضمانته وعارفه جودته وعارفه هو قد ايه حلو جدا. بصي ده اللي معمول بالشوكولاته، انا سيبته لغايه لما يجمد. تمام. بيقطم وفي نفس الوقت معاكي ناعم، حاجه كده بتدوب في البق. تمام، عشان الشوكولاته جامده. دي اللي بالمربى بصي ناعمه ازاي، بصي مش مستحمل حتى ان انا اضغط عليه. كده انا خلصت معاكم الفيديو النهارده، ووريتك الهدف من الفيديو ايه، انك انت توفري قد ايه وهيكلفك معاكي بالظبط قد ايه، كل حاجه حسبناها مع بعض. حابه كمان ان انت تستخدمي كميه اقل او تعملي كميه اقل، فممكن تعملي نص الكميه وتوفري برضو، وتعملي مثلا من نص الكميه 2 كيلو من البيتي فور. اللي قصدي اقوله لك انك انت باقل الامكانيات تقدري تساعدي نفسك وتساعدي اولادك وزوجك بمنتهى السهوله وبمنتهى التوفير. فكري صح واحسبيها صح، هتعيشيها صح. كده انا خلصت معاكم الفيديو بتاعي النهارده، اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.